قضية رأي عام وفاة الدكتورة العراقية بام زياد الطبيبة النفسية أثارت جدلا بين العراقيين، حيث أكد وجود أثار خنق على الرقبة وجرح في اليد عميق بمستوى الطول حتى ظهور العظم، وهذا لا يتطابق مع فرضية الانتحار. وعلى هذا الأساس العراقيون يشككون في الرواية الرسمية التي تقول الدكتورة بام زياد وضعت حد لحياتها لأنها كانت تعاني أزمة نفسية. للمزيد من التفاصيل، كل من يريد مشاهدة الفيديوهات والصور المسربة أرجو منكم متابعة هذا الفيديو للآخر لمعرفة حقيقة وتفاصيل الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا في فيديو جديد، معكم توتو اف ام. في البداية فلنصلي على الحبيب المصطفى رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. يا شباب، دائما بذكركم لو أنت أول مرة تتابع قناتنا اضغط إعجاب أسفل هذا الفيديو، فهو أفضل وأجمل دعم لقناتنا والحافز القوي حتى نستمر ونقدم لكم كل ما هو جديد إن شاء الله. تفاصيل الفيديو: وفاة الدكتورة العراقية بام زياد الطبيبة النفسية بتاريخ يوم الاثنين 4 أوت 2025. محكمة البصرة أكدت استنادا على نتائج التقرير الطبي الرسمي أظهرت أن الوفاة كانت انتحار بعد التحري والتحقيق مع عائلتها ومعاينة مكان الحادثة، وبهذا وضعت حد لحياتها لأنها كانت تعاني أزمة نفسية. ولكن التقرير الأولي أثار جدلا بين العراقيين، حيث أكد وجود أثار خنق على الرقبة وجرح في اليد عميق بمستوى الطول حتى ظهور العظم، وهذا لا يتطابق مع فرضية الانتحار، ولهذا العراقيون يشككون في الرواية الرسمية. سنوافيكم بكل ما هو جديد. أرجو منكم متابعة قناة توتو على اليوتيوب، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلكم كل فيديو جديد مع التفاصيل. شكرا.